الموت في لوحات. 1. مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة، والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القاطرة. رسائلي للشمس تعود دون أن تمس، رسائلي للأرض ترد دون أن تفض. يميل ظلي في الغروب دون أن أميل، وها أنا في مقعد القانط وريقة وريقة يسقط عمري من نتيجة الحائط، والورق الساقط يطفو على بحيرة الذكرى فتلتوي دوائر وتختفي دائرة فدائرة. 2. شقيقتي رجاء ماتت وهي دون الثالثة، ماتت وما يزال في دولاب أمي السري صندلها الفضي، صدارها المشغول، قرطها، غطاء رأسها الصوفي، أرنبها القطني. وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت فلا أراها تمسك الحائط علها تقف، أنسى بأنها ماتت، أقول ربما نامت، أبحث عنها في الغرف. وعندما تسألني أمي بصوتها الخافت أرى الأسى في وجهها المنتقع الباهت وأستبين كارثة. 3. عرفتها في عامها 25 والزمن العنين ينشب في أحشائها أظفاره الملوية. صلت إلى العذراء، طوفت بكل صيدلية، تقلبت بين الرجال الخشنين، وما تزال تشتري اللفائف القطنية، ما تزال تشتري اللفائف القطنية. وحين ضاجعت أباها ليلة الرعد تفجرت بالخصب والوعد، واختلجت في طينها بشارة التكوين، لكنها نادت أباها في الصباح فظل صامتا، هزته كان ميتا. 4. من شرفتي كنت أراها في صباح العطلة الهادئ تنشر في شرفتها على خيوط النور والغناء ثياب طفليها، ثياب زوجها الرسمية الصفراء، قمصانه المغسولة البيضاء، تنشر حولها نقاء قلبها الهانئ وهي تروح وتجيء. والآن بعد أشهر الصيف الرديء رأيتها ذابلة العينين والأعضاء، تنشر في شرفتها على حبال الصمت والبكاء ثيابها السوداء. 5.